بمناسبة الانتخابات البرلمانية ديال 2026 واللي كنكب عليها وزارة الداخلية باش دابا الآن راه كدير مشاورات باش يديروا لنا قوانين انتخابية جديدة. أنا ما كرهتش واحد جوج النقاط يركزوا عليهم. وشنو هما جوج النقاط؟ هما العتبة الانتخابية. العتبة ما كرهتش أنا تكون شي 8% ولا 9% ولا 10%، يعني اللي ما جابش هاد النسبة هادي ما كيدخلش في التوزيع ديال المقاعد. النقطة الثانية وهي النمط ديال الاقتراع. دابا النمط الاقتراع اللي كاين عندنا هو نمط الاقتراع النسبي مع أكبر البقايا، احتساب أكبر البقايا، وكتكون اللائحة مغلقة. شنو هذاك يعني؟ يعني أن كيكون عندنا مثلا لا شيء حزب كنديروا الأول والثاني والثالث والرابع، ولكن دائما كيربح هذاك الأول، كأن الآخرين بحال العبيد ديال هذاك اللي مصنف في الرتبة الأولى. ما كرهتش هذا النمط هذا يتبدل بنمط الاقتراع النسبي، ولكن تكون اللائحة مفتوحة. شنو هي اللائحة مفتوحة؟ يعني كيكون عندنا الحزب مقدم واحد مثلا 4 ديال أو 5 ديال المرشحين، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. المواطن عنده الاختيار يختار اللي بغا من ديك اللائحة، يختار الأول ولا يختار الثاني ولا يختار الثالث، يختار اللي بغا. مثلا أنا مثلا شايف مثلا أن هذاك اللي في الرأس ديال اللائحة ما عجبنيش، يمكن لي نصوت أنا على الرابع مثلا عجبني. كيكون مثلا عنده الكفاءات وهذا، ولكن غير ما قدرش يتصنف، ما عطاوهاش التزكيه في الحزب ديالو وصنفه هو الرابع. هنا كيولي الحريه كبيره عند المواطن يختار اللي بغى، وبالتالي ما يبقاوش هذاك الناس اللي هما واخا تزعم اللائحه راه ممكن ما تنجحش. هنا كيكون عندنا الحريه ديال المواطن حريه كبيره. فين نطبق هذا النمط هذا؟ كاين في هولندا وفي فنلندا وفي اليابان. غير هو المشكل ديالو ان الوقت ديال الحساب كيكون طويل شي شويه. ما كرهتش انا هذا النظام هذا، النظام النسبي بلائحه مفتوحه. يكون لائحه مفتوحه، هذا غيكون افضل للمواطن المغربي، وغيكون غنشوفوا نخب جديده في البرلمان المغربي، وغيكون يعني ما يكونش ديك البلقنه ديال المشهد السياسي في البرلمان المغربي، وغيكون تقريبا يعني واحد التغيير يعني طفيف جدا في هذا البرلمان في الولايه الجايه ان شاء الله، الا طبقت هذا الشيء هذا على ارض الواقع. السلام عليكم.